بالكومباوند والايزوليشن صح؟ كومباوند يعني تمرين مركب، يعني بشغل اكتر من مجموعه عضليه في نفس التمرين، ودي بتبان في تمارين زي تمارين البار فلات او تمارين بار فلات. خلينا نبدا تمارين بار فلات وانا بزق بشغل الاسترنال هيد وبشغل الكوستال، الاثنين مع بعض بيشتغلوا. طبعا الاسترنال اكتر بس الكوستال برضه بيشتغل ماشي، ده غير الترايسبس بيدخل معايا شويه. فبالتالي انا مش هلاعب الشخص تمارين كومباوند بس، لا مش هعمل كده، لا هلاعب ايزوليشن برضه، تمارين عزل بتعزل العضله شويه، زي تمارين الفلايز ديكلاين اللي هو الدكه بتكون مايله شويه ماشي وبتعمل بيها فلايز. يعني عارفه الانكلاين، عارفه المستوى العالي، عكسه بقى الديكلاين بتاعه، انكلاين يعني لفوق، ديكلاين يعني لتحت. اوكي، يعني انت بتكون نايم مشعلق كده وراسك لفوق وبتعمل فلايز، ده بيعزل البورشن او الجزء اللي تحت من الشست. واصله؟ ده كومباوند ولازم. انا بقول لك بقى وانت بتختار التمرين بتاعتك يا كوتش اللي ماسك التليفون، لا يفضل خالص 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 انك تهتم بالكومباوند موفمنت او بالايزوليشن موفمنت على حده، لا اعمل ميكس بينهم.